ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أي هممت أن أرمي نفسي في ذلك البئر لهول ما سمعت، لم يخطر على بالها أبدا ما تحدث به المنافقون. فلما أخبر أيوب بما قال صاحبه، قال أيوب عليه السلام: والله ما أدري ماذا تقولان، والله لقد كنت أمر بالرجلين يتخاصمان فيذكران الله عز وجل أن يتحالفان، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما خشية أن يذكر الله عز وجل بباطل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا شهد الله لها بالإيمان لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. خطبة الشيخ رشاد الحبيشي حفظه الله كانت بتاريخ 20 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف الهجرة. وإليكم المادة المذكورة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الحق جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا وعد من الذي لا يخلف الميعاد، الذي وصف نفسه بقوله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وعد منه لعباده المتقين، وعد منه لمن حقق التقوى قولا وعملا واعتقادا أنه سيجعل له مخرجا مهما عظم الكرب واشتد الخطب ونزلت المصيبة بالعبد بالمتقي، فإن الله جل وعلا سيجعل له مخرجا وفرجا. من الذي ينجو في هذه الدنيا من الضيق والكرب والبلاء والابتلاء؟ من الذي ينجو؟
من الذي لا يبتلى؟ لقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله خلق الإنسان وأقسم أنه لا بد من البلاء والابتلاء، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا بد من الابتلاء والامتحان والاختبار، يبتلي الله جل وعلا من شاء بما شاء، ولكن المتقين وعدهم ربهم أنه لا بد من الفرج والتفريج، ولا بد من تنفيس الكرب عنهم مهما أحاطت بهم الكربات ومهما نزلت بهم من المصائب، فإن الله جل وعلا معهم. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، الله معهم في سرائهم وضرائهم وفي رخائهم وفي شدتهم. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولنا عبرة فيما قصه الله جل وعلا علينا في القرآن الكريم مع أنبيائه، وما قصه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة عن المتقين الصالحين ممن مضوا قبلنا. تأملوا ما قصه الله جل وعلا عن أيوب عليه السلام. ابتلي بجسمه ولبث ببلائه 18 سنة وهو يعاني أشد المرض. ابتلاه الله بولده ففقدهم، وبماله الذي كان من أغنى الناس فذهب ماله، ومع ذلك ظل صابرا محتسبا. ابتلي في جميع جسده إلا القلب واللسان، لم يفتر القلب واللسان عن ذكر الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لبث أيوب في بلائه 18 سنة حتى تخلى عنه القريب والبعيد. فقال بعض من كان يزوره من أقاربه ومحبيه: لم يبق معه إلا زوجته ورجلان من قومه. فقال بعضهم لبعض: والله لقد أذنب أيوب ذنبا، والله لقد أذنب أيوب ذنبا ربما لم يذنبه أحد. فقال صاحبه: ولم تقول هذا؟ قال: 18 سنة وهو في بلائه، لم يكشف الله ما به من ضر ولم يرفع ما به من مرض. فلما ذهب إلى أيوب عليه السلام وجلس بين يديه لم يصبر ذلك الرجل عما قاله صاحبه في نبي الله أيوب. فلما أخبر أيوب بما قال صاحبه قال أيوب عليه السلام: والله ما أدري ماذا تقولان، والله لقد كنت أمر بالرجلين يتخاصمان فيذكران الله عز وجل أي يتحالفان، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما خشية أن يذكر الله عز وجل بباطل، خشية أن يذكر الله عز وجل بباطل. ثم ما هي إلا أيام خرج أيوب عليه السلام مع زوجه لقضاء حاجته التي وقفت معه في سرائه وضرائه. خرج لقضاء حاجته ثم قال لها: اجلسها هنا، وتوارى عنها، ثم قال: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فأوحى الله جل وعلا إلى أيوب عليه السلام أن اضرب أو قال سبحانه وتعالى لأيوب عليه السلام اركض برجلك على الأرض، فانفجرت عينا باردة طيبة، فقال الحق جل وعلا هذا بارد وشراب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اغتسل أيوب وشرب من ذلك الماء، وخر عليه رجل جراد من ذهب ورجل جراد من فضة، فجعل أيوب عليه السلام يحث ذلك المال الكثير، فقال الله جل وعلا له يا أيوب، قال يا رب لا غنى لي عن بركتك، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها المسلمون، قص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على أصحابه قصة 3 نفر من بني إسرائيل. آواهم المبيت إلى غار بسبب أمطار أصابتهم، فلما استقروا في الغار انحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار. سدت عليهم الغار، أين المهرب وأين الخروج وما السبيل؟ لا منقذ لهم إلا من جعلوا علاقتهم في وقت رخائهم به جل وعلا. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله جل وعلا بصالح أعمالكم. فقال الأول اللهم إنك تعلم يا رب أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد مما يحب الرجال النساء، راودتها يوما على نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، جاءتني وقد أصابها من الجهد والجوع ما لا يعلمه إلا الله، فطلبتني مالا فأبيت أن أعطيها حتى تخلي بيني وبين نفسها، فوافقت لأنها بلغت حد الضرورة، فأعطيتها 20 دينارا من الذهب. فلما جلست بين شعبها الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الله أكبر. دخلت هذه الكلمة إلى قلبه فهزته هزا عظيما، واستشعر مراقبة الذي لا تخفى عليه خافية. تذكر الله جل وعلا وما أعده لمن انتهك الحرمات. قال فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج من ذلك الغار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال الآخر اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأي بي طلب الشجر يوما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. قال فلبثت قائما على قدمي والصبية يتضاغون، أي صبيته يريدون منه من ذلك الحليب، فأبيت أن أقدم عليهما أهلا أو مالا حتى طلع الفجر.
فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم إنك تعلم يا رب أني استأجرت أجراء وأعطيت كل واحد منهم أجره، أعطيت أجرته إلا رجلا واحدا ترك أجرته وذهب. قال: فنميت أجرة ذلك العامل حتى صار لي واد من البقر وواد من الغنم وواد من الرقيق وواد من الإبل. فجاءني في يوم من الأيام فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، عملت عندك فأعطني أجرتي. قال: فقلت له: انظر إلى هذا الوادي وما فيه من الأنعام من الإبل والبقر والغنم والرقيق كله من أجرك. سبحان الله، حتى أتعابه لم يأخذها، وكان بإمكانه أن يقول: نميت لك أجرتك، أعطني تعبي، ولكن ذلك الرجل لم يعطه شيئا. قال: أخذ كل شيء فاستاقه. ما الذي حملك يا عبد الله أن تفعل هذا الفعل؟ وكان بإمكانك أن تعطيه أجرته وتزيده عليها ولو شيئا قليلا. ما الذي حملك؟ قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة وخرجوا يمشون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا وعد من الله جل وعلا لعباده المتقين. عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها ابتليت رغم صغر سنها، لم تكن قد بلغت 14 من عمرها، ابتليت في عرضها واتهمت من قبل المنافقين، فصبرت واحتسبت وأقبلت على الله جل وعلا وهي في شدة محنتها، أقبلت على العبادة والطاعة والذكر، وكانت لا تعلم بشيء من ذلك قبل أن تعلم، ولكنها كانت في غاية الصلاح والتقى. ولما أخبرت بأمرها قالت: هممت أن آتي قريبا فأطرح فيه نفسي، أي هممت أن أرمي نفسي في ذلك البئر، لهول ما سمعت لم يخطر على بالها أبدا ما تحدث به المنافقون، ولذلك وصفها الله بقوله: الغافلات، وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الغافلات اللائي لم يخطر على بالهن ما تحدث الناس به أبدا. ومع ذلك صبرت وقالت وفوضت أمرها إلى الله جل وعلا، وقالت كما قال يعقوب عليه السلام عندما ابتلي بفقد يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبعد مرور أيام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لزيارتها ويقول لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. قالت: فقلص دمعي وعلمت أن الله سيبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله في وحي يتلى إلى يوم القيامة. كنت أظن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه يبرئني الله عز وجل بها، وكنت في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بالقرآن الكريم أو ينزل آيات بينات في براءتي. فأنزل الله جل وعلا براءتها في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه ب4 شهداء
فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إلى أن قال الحق جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا شهد الله لها بالإيمان لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال جل وعلا في أواخر الآيات: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ثواب في الدنيا أو ثوابا في الدنيا وثوابا يوم القيامة. مبرؤون مما رموا به. ثم وعد الله جل وعلا هذه المتقية الصديقة رضي الله عنها بالمغفرة والرزق الكريم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا وولاة أمرنا. إن ربنا جل وعلا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من سعى لزعزعة أمن هذه البلاد اللهم فأشغله بنفسه واجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه يا قوي يا متين. سبحان ربك رب